منظمة المرأة بالحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يقيم معرضا لرسومات الأطفال في مدينة عفرين. أقيم في مكتب الحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا معرضا لرسومات الأطفال لزرع البسمة والفرح على وجوه أطفال منطقة عفرين في ظل هذه الظروف الصعبة، ولتشجيع الأطفال على إظهار مواهبهم. والآن ستتحدث لون اف ام إلهام عثمان باللجنة التحضيرية للمعرض. إلهام عثمان لجنة التحضير للمعرض. بهالظرف وبهالفوضى اللي نحن فيها وهالحرب المعلنة اللي أكلت الأخضر واليابس واللي شردت أطفالنا واللي خليهم يبكوا بدل الدمع الدم، حبينا نرسم شي بسمة ولو خفيفة على وش أطفالنا ونفتح لهم باب المواهب، عسى ولعل نخلي الفرحة تدخل لقلبهم ولو بشي بسيط. يعني فتحنا هالمعرض تحت مظلة اسم منظمة المرأة لحزب الوحدة يا كيتي. طبعا وحبينا انه نعملهم تكون مشاركة بهالمعرض، اصلا هي خاصة باناملهم هن بس، انه نفتح هيك معرض بهيك وقت تشجيعا للطفل، تشجيعا للمواهب المتخباية، المواهب اللي لسه نحن كأعضاء لسه ما بنعرف عنها شيء كتير. حبينا نفتح قدامهم ابواب نقول لهم انه لسه الامل موجود. يمكن الحرب معلنة، يمكن دمرت بيوت، هاجروا الناس، يمكن ماتوا، استشهد كتير ناس، بس لسه الامل موجود، والامل موجود بعيونهم وبسمتهم وبمواهبهم. حنان بمنظمة، أنا عضو بمنظمة المرأة التابعة لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا. اليوم أقمنا هذا المعرض وبصفتي عضو مشارك باللجنة التحضيرية. هذا المعرض للأطفال حبينا نقدم فن الأطفال والشي اللي عم يحسوا فيه والشي اللي هن عم يعانوا منه بهذا الوضع اللي نحن هلا عايشين فيه. فحبينا نطالع إبداعاتهم، معاناتهم، آمالهم، طموحاتهم، كل شيء للناس مشان الناس تعرف وتشوف تفكير هدول الأطفال. وهذا المعرض هدفه انه نعرف الناس انه الاطفال هن كمان عضو هام بالمجتمع، وبيحسوا وبيعرفوا بيشعروا بكل شيء بيدور حواليهم. وكان عدد اللوحات حوالي 200 لوحة، وعدد المشاركين فيها 55 مشارك. كانت معكم اليوم فدوى حمو، ون اف ام عفرين.